الحكاية بدأت بعد الثورة الفرنسية اللي عملها الشعب الفرنسي ضد الامبراطور بسبب الاضطهاد والظلم والفقر والجهل اللي الشعب كان فيه، وده كان بسبب الجشع اللي الامبراطور والامراء كانوا فيه ورجال الدين. وكان حرفيا 98% من الشعب اللي هم عامة الشعب العاديين طبقة ثالثة، ورجال الدين والامبراطور والامراء والملكة والناس ديت طبقة اولى. وكانوا قاصدين ان هم ينشروا الجهل والفقر علشان اي حاجة يقولوها للشعب يصدقها، واي حاجه يامروه بيها يعملها. والثوره قامت بسبب ان الشعب شاف ان هو ما ينفعش الظلم اللي هو عايش فيه دوت. وبعد الثوره وحرب نابليون واستقلال فرنسا من الحكم الامبراطوري وتحولها لدوله جمهوريه، ما كانتش علاقتها احسن حاجه مع الدول اللي في اوروبا. وده بسبب ان الدول اللي في اوروبا كان معظمها حكم امبراطوري، فكانوا ليهم علاقه كويسه قوي مع الامبراطور. فانت هتشيل الامبراطور اللي انا ليا علاقه كويسه قوي معاه وهتحط لي واحد ما اعرفوش ولسه هنبدا نتعامل، ما كانش عاجبه. ففرنسا قررت انها تتوسع وتبدا تعمل علاقات في الشرق الاوسط. عملت علاقات مع مصر والجزائر ودول تانية كتير، بس علاقتها كانت مع الجزائر كانت زي نظام الديون شويه. كانت بتشتري حاجات وبتقول للجزائر لما يبقى معايا ابقى اسدد. بس فرنسا فضلت تاخد وتاخد وتاخد من غير ما تسدد اي حاجه، علشان فرنسا تاخد منهم قمح وذره وشعير ومؤن وغذاء ليها، عشان فرنسا كانت بتعد جيش قوي وكانت عايزه تاكل الجنود بتوعها. وبعد ما الداعي الجزائري اخد باله ان فرنسا الديون عليها عماله تزيد، وان فرنسا حتى مش بتحاول ان هي تسدد ولو جزء من الديون اللي عليها، فالداعي الجزائري استدعى القنصل الفرنسي وطلب منه ان هو يفكر حكومته بان عليها ديون المفروض تسددها للدوله الجزائريه. وما تعرفش القنصل الفرنسي دوت كان متكبر ولا كان ايه اللي حصل فيه، بس قال للداعي الجزائري ان حكومتي لن تتنازل ان تجيب رجل مثلك. وطبعا الداعي الجزائري يعتبر ان دي اهانه ليه، وان ده ما ينفعش يحصل، وان ما ينفعش سفير دوله فرنسا يقول كده للداعي الجزائري، خصوصا ان هو موقفه اقوى من فرنسا وان هو اللي ليه فلوس عند فرنسا. فقام طرد القنصل الفرنسي، وفرنسا اعتبرت ان دوت تهديد ليه. بس انا هقول لك الحكايه يا معلم ان فرنسا عليها ديون كتيره جدا ومش عارفه هتسدد كل الديون دي امتى. بس قررت ان بدل ما تفضل الجزائر تعايرني ان انا عليا فلوس، لا، انا احتل الجزائر وكل الخير اللي في الجزائر يروح على فرنسا من غير حد يقول لي انت رايح فين ولا جاي منين. وعلى راي المثل السلف تلف والرد خساره. سنة 1830 وبعد ما العاصمة الجزائرية سقطت، الاحتلال الفرنسي شاف من الجزائريين مقاومة وبسالة أرهقته. وبعد سقوط العاصمة شيوخ القبائل اتجمعوا علشان يتعاونوا ان هم يوقفوا الزحف الفرنسي لجوه الجزائر. بس للاسف كانت كل حركات المقاومه اللي كانوا بيعملوها القبائل كانت غير منظمه، وكان معاهم اسلحه بدائيه. يعني كان معاهم بنادق قديمه قصاد دبابات وقصاد قناصين فرنسيين، وقصاد كل ده كان في قبائل بتجاهد وبتحارب الاحتلال رفض الخضوع والاستسلام والقهر. قبائل عندها عزة كانوا رافضين ان الاحتلال يذلهم وهم في بلدهم. بس للاسف برضه ما كانش فيه تنظيم عسكري، بس كانوا مصدر ازعاج للاحتلال الفرنسي، وخلى الاحتلال يعيد تفكيره انه يكمل الزحف في انه يحتل الجزائر كلها. وفي سنة 1832 في الغرب الجزائري الأمير عبد القادر، واللي ما كانش مجرد قائد، ده كان رمز للثورة حرفيا، لأنه ما اكتفاش بالمقاومة، لا ده بنى دولة، نظم جيش وبنى مصانع وسك عملة، لدرجة إن فرنسا عقدت معاه اتفاقية كهدنة علشان يقدروا يقعدوا ويتفاوضوا مع بعض، لغاية لما فرنسا نقضت الاتفاقية دي ورجع تاني يقاومهم ويحاربهم ويطاردهم. بس للأسف في سنة 1847 الاحتلال الفرنسي نجح في ان هو ياخدوا الامير عبد القادر كاسير، واللي فضل مصدر ازعاج ليهم 15 سنه. وفي منطقه القبائل كانت لاله سمره شومر، كانت ست ثوريه بكل معنى الكلمه، شاركت بنفسها في معارك وكانت رمز للمقاومه في المنطقه بتاعتها، واللي كانت بتوجه حملات مقاومه وشاركت بنفسها في معظمهم. وكانت ست بتقود الرجاله في معركه مثلا زي معركه يغيل أمولة، وناس تانية كتير كانوا بيقولوا للاحتلال لا ورفضوا الظلم والاستعمار، زي احمد باي في الشرق لثوره اولاد سيدي الشيخ في الجنوب. الجزائر كلها كانت بتقاوم، كل منطقه كانت بتقول لا بس بطريقتها. اي نعم ما كانش فيه تنسيق او حتى تنظيم عسكري يبقى جدير ان هو يقاوم قدام قوات الاحتلال اللي هي منظمه ومعاها اسلحه حديثه ومعاها معدات تقيله ودبابات وحاجات كده، بس كانوا بيقاوموا. في سنه 1954 العربي ابن مهدي قال: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب.
الشعب مش محتاج ان حد يقول له انزل، ولا حد يقول له قاوم، ولا حد يقول له حارب. الشعب كان كله اتضرر من الاستعمار، الشعب كان كله شاف ظلم الاستعمار واستحقاره لاولاد الشعب. الشعب شاف الذل والاهانه والقتل الغير مبرر اللي الاستعمار بيعمله. الاحتلال كان في كل مره الشعب بيتكلم فيها حتى لو بالسلم كان بيرد بقهر وتعذيب وقتل، ما كانش بيفرق معاه اطفال من شيوخ او حتى عمال. الاحتلال كان بيرد بقسوه، بقهر وتعذيب واهانه، وده بسبب ان اللي هم كانوا بيشوفوه من الامبراطور كانوا رجعوا يعملوه في الجزائر. اللي كان بيحصل فيهم هناك كانوا بيطبقوه في الجزائر، ان هم نفس الكلام اتعرضوا برضه لنفس الظلم دوت والاهانه من الامبراطور والقوات بتاعته والحاشيه، فكان زي ما تقول كده كانوا بيطلعوا غله. وفي سنة 1962 انتهت قصة كفاح دامت 132 سنة، دفعت ثمنها الجزائر 1.5 مليون شهيد من أطفال وعمال ورجال ونساء وحتى الشيوخ، كله شارك في المقاومة علشان حريته وحرية بلده. الجزائر ما كانتش ضحية احتلال، كانت قصة كفاح ومقاومة كل حجر فيها اتروى بدم شهدائها، شاهد على كل الأحداث من مجازر وقتل وحرق جماعي. شعب ضحى بأغلى حاجة عنده مقابل حريته إن هو يقمع الظلم والاحتلال. شعب كتب تاريخه بدمه حرفيا. شعب علمنا إن الحرية لا تمنح، الحرية تنزع. وبس، دي كانت نهاية حلقتنا. ما تنساش تدعي لإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم ويصبرهم ويرحم شهدائهم.